طبعا مراتك واخده منك العيال وبتقول لك بقى يبقى قابلني لو شفتهم. في زوجه تانية تعمل حاجه بقى ايه اوحش من كده، تقول لك خد العيال انت ربيهم وانا ايه اعيش بقى ايه ملكه كده مع نفسي. انت بقى تعمل ايه؟ مشكله قضايا الاحوال الشخصيه في اجراءات لازم تعملها دلوقتي، ولو انت ما عملتهاش دلوقتي بتضيع حقك. وفي اجراءات تانية لازم ناخد خطوه او نرفع قضيه بشكل معين عشان القضيه دي اخرج منها بحاجه معينه من خلالها اقدر استفيد منها في الاجراء الاساسي اللي انا عايز اعمله. هي بالظبط عامله زي قطعه الشطرنج كده. قطعه انا ممكن اضحي بالعسكري عشان استفيد بوزير. كذلك في قضايا الاحوال الشخصيه حد يقول لك اصل القانون مع الزوجه دي قضايا معتاده. قضايا معتاده بان اجراءاتها معروفه، قضايا معتاده بان عدد القضايا ذات نفسه معروف. يعني احنا خلاص عارفين ان الزوجه هترفع قضايا نفقه، الزوجه هترفع ولايه تعليميه وهتكسبها مثلا، طبعا بشروط. حاجات زي كده بقى كتير. خلاص الطاعه وعارفين ان الطاعه دي في حاله ايه هي هتخسر، في حاله ايه هتكسب، وهي هترفع طلاق للشقاق جوه الاعتماد على انذار الطاعه. ده كله معروف، بس اللي مش معروف ان كل قضيه من دول ليها اجراء معين. كل قضيه من دول بنمشيها بشكل معين بسيستم معين. يعني في قضيه انا لازم اقول لك اعمل هنا انذار بالطاعه وهي هتعتمد على الانذار ده. في قضايا تانية هقول لك لا مش هتعتمد على انذار بالطاعه، ان هي لو اعتمدنا هي هنا هتطلب جوه المحكمه طلاق للشقاق، فهي هتطلع وهتاخد منك بتاع ده، هتاخد منك حقها يعني. وانا طبعا في الطلاق للشقاق ده كلكم عارفين اكتر مني اللي بيحصل فيه، فنخلي بالنا. يعني مثلا لو اتنين زوجين في ما بينهم مشاكل بس الزوجين دول مسيحيين، احنا عندنا مثلا في المسيحيه مفيش طلاق الا لعيله الزنا، وطبعا اختلاف المله والطائفه دي حاجه مفروغ منها. طيب النهارده الزوجين دول مسيحيين وهي هتطلب طلاق للشقاق، استحاله مش هينفع مفيش طلاق. ساعتها هنقول هنا للزوج اعمل انذار بالطاعه بان هي مش هتطلق. طيب النهارده لو الزوجه او الاثنين بقى دي حاله لو الاثنين مسيحيين، لو الاثنين مسلمين هنا بقى الدنيا هتبقى مختلفه. ليه؟ ان هي وارد ان هي ممكن جوه الاعتراض على انذار الطاعه تطلب طلاق للشقاق، يبقى انت هنا في مشكله. اذا الاجراء واحد، ان انا هعمل انذار بالطاعه ده واحد، ولكن يختلف ان القضيه هنا غير القضيه هنا. عشان كده بنقول في قضايا الاحوال الشخصيه لازم نخلي بالنا ان في اجراءات لازم الزوج او الزوجه عموما، ان انا مع الحق، لازم الزوج او الزوجه ياخد خطوه دلوقتي، ولو ما خدهاش دلوقتي هتبقى فيها مشكله. لازم ينزل يعمل الخطوه دي، اذا كان محضر في الاسم او اذا كانت اي خطوه تانية، مثلا الزوجه تعمل تمكين من مسكن الزوجيه كذلك. ففي اجراءات لازم تتاخد دلوقتي وتتعمل دلوقتي، ان هي لو ما عملناهاش هيبقى فيها مشكله. وفي اجراءات لازم قدام نعملها، وفي اجراءات انا بعملها علشان اخرج منها بحاجه اقدر اثبتها في الخطه الاساسيه بتاعتي. فقانون الاحوال الشخصيه او القضايا جوه الاحوال الشخصيه عامله زي قطعه الشطرنج، لازم لها خطه وخطه مظبوطه. علشان كده لازم نمشي فيها بشكل معين. مش معنى ان انت حضرتك عارف ان هي هترفع نفقه فانت هترد عليها بكذا، لا، ما هي ما بتحسبش كده. يعني ممكن هي رفعت نفقه وما انا ردد على النفقه دي بحاجه تانية خالص. ده بناء على ايه؟ بناء على الموضوع ذات نفسه. فنخلي بالنا بقى جوه الاحوال الشخصيه الموضوع مختلف تماما، حتى لو انت كنت عارف الاجراءات، فتخلي بالك.